السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب العالمين، وحشتوني جدًا، جدًا. النهارده إن شاء الله هنعمل وصفة جميلة وحلوة جدًا أولادنا كلّهم بيحبوها، هنعمل لهم الchicken strips وبطاطس محمرة كده وخس وكاتشب بقى ومايونيز وحاجة ساقعة، كأكل كده إيه مطاعم، بدل ما بنطلب الأكل ده غالي من برّه، إحنا هنجيب الحاجة دي نضمن نضافتها وجودتها في قلب البيت ونعملها إن شاء الله لولادنا بإذن الله تكون وصفة بسيطة وسهلة عليكم، إن شاء الله مش هتاخد مننا أي جهد ولا أي كده وقت، هنعملها مع بعض وتعالوا كده نشوف مكوناتنا ومقاديرنا، بس قبل أي حاجة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الكل عشان يوصلكوا كل جديد فضلًا وليس أمرًا، وباحبكم أوي، أوي في الله، وتعالوا نشوف الchicken strips أنا عملتها إزاي، جميلة جدًا وعايزة أقول لكم مقرمشة ومخرفشة والتسوية 100% جميلة جدًا، 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 بجد سهلة وبسيطة جدًا، مش هتاخد مننا أي حاجة وهنفرّح أولادنا. يالّا بقى اعملوا لايكات للفيديو واللي لسه مش مشترك يشترك. يالّا بينا نخش على المقادير والمكونات بتاعتنا ونشوف عملناها إزاي. أول حاجة أنا اشتريت كيلو من الصدور قُلت للراجل ادّيني صدور بانيه بس ما تقطّعهاش عاوزاها كاملة، غسلتها غسلة حلوة ونقعتها في محلول نقع، طبعًا محلول النقع ملح وخل وليمون وحبّة مَيّة وحبّة ملح وسِبتها كده منقوعة شوية، وبعد كده قطّعتها قطع كده زي ما أنتم شايفينها بالطول تمام، ومعايا بقى البهارات هنا، البهارات بتاعتي ملح وفلفل أسمر وبابريكا وجوز الطيب وحبّهان مطحون، بهارات فراخ وكاري وكركم وجوزة الطيب وقرفة وجنزبيل. هاكتب لكم المقادير والمكونات وكل حاجة استخدمتها في صندوق الوصف إن شاء الله. جبت بولة كده وهانزل بقى فيها بالفراخ بتاعتي، طبعًا الفراخ بتاعتي بعد ما غسلتها وحطيتها في المحلول النقع وشطفتها، حطيتها في مصفى تصفي مَيّتها خالص لحد ما نشفت كده بالمنظر اللي أنتم شايفينه. والبهارات بتاعتي اللي أنا حاطاها قُلت لكم قرفة وجنزبيل، جوزة الطيب، حبّان مطحون، ملح وفلفل أسمر وبابريكا وبهارات فراخ وكاري وكركم، تمام كده؟ قلّبتهم زي ما أنتم شايفينهم كده باقلّبهم في قلب بعضيهم كده وباخلط المكونات بتاعتي بتاعة البهارات دي، وهامسك كده حبّة بحبّة كده وأتبّل الفراخ بيها كده، طبعًا مش هاخد الكمية بتاعة البهارات دي كلّها لإن نُصّها هاحتاجه في حاجة تانية. تبّليها كده وفرفريها في قلب بعضيها، خلّي الفراخ بتاعتِك تكون كلّها متّبلة ومتبهّرة بحبّة البهارات اللي إحنا حاطينهم، وكمان نسيت أقول لكم على حاجة، بصل بودرة وتوم بودرة لو عندِك حطّيه، أنا كان عندي بصل بودر ما كانش عندي توم باودر، فاستخدمت البصل بودر مع البهارات اللي إيه قُلت لكم عليها، طبعًا عشان ما انساش أي حاجة هاكتبها لكم برضه زي ما قُلت لكم في صندوق الوصف. تبّلنا الفراخ بتاعتنا وركناها على جنب، هنجيب بقى دقيق، محتاجين بقى الخطوة دي كوبايتين من الدقيق زي ما أنتم شايفين، أدي أول كوباية. وآدي الكوباية التانية، شايفين بقى كده؟ شايفين كده زي الفل. بعد كده هنجيب إيه، هنجيب نشا، أنا النشا دوّة باجيبه من فتح الله سايب تمام، هاخد إيه، كوباية، كوبايتين دقيق عليهم كوباية نشا، كوبايتين دقيق عليهم كوباية نشا، شايفين؟ وآدي البهارات بتاعتي اللي أنا إيه، ركنتها على جنب بقية البهارات بتاعتي، أخدت نُصّها تبّلت بيها الفراخ والنُص التاني نزلت بيها بيهم كده على الدقيق والنشا اللي إحنا هنخلطهم دلوقتي هنشوف هنعمل بيهم إيه. طبعًا عايزة أقول لكم إن الكمية دي هنقسمها نُصّين، هنقسمها نُصّين عشان هنعمل تتبيلة تاني للفراخ، تمام، قلّبتهم كده مع بعض، نجيب بقى بولة تانية زي ما أنتم شايفين وناخد كده نُص الكمية دي، نُص هنسيبه والنُص التاني هنستخدمه دلوقتي وهنخففه بحبة مَيّة. شايفين بقى كده قسمت الخليط بتاعي نُصّين، هنركن واحد على جنب والتاني زي ما قُلت لكم هاجيب بقى كوباية مَيّة كده وابتدي أعمله إيه، عجينة بس عايزة العجينة خفيفة كده زي عجينة الكيكة. تمام، مش عاوزة العجينة بتاعتي تكون سايلة أوي ولا تكون ناشفة أوي، عايزاها نفس الخليط بتاع الكيكة كده أو العجينة بتاعة الpancake بمعنى أصح تخلّيها عاملة زي الpancake أحلى، تمام، بُصّوا جميلة جدًا وتقلّبيها كده وما تخلّيش فيها أي تكتلات. تمام، قلّبيها كده واخلطيها، لو عندِك مضرب سلك قلّبي بمضرب السلك زي ما أنتم شايفين أو بالمعلقة الspatula أي حاجة عندِك، وخلّي الخليط بتاعِك ما فيهوش أي تكتلات خالص تمام، وبعد كده طبعًا أول تتبيلة بتاعة الفراخ دي اللي إحنا تبّلناها وبهّرناها بالبهارات هنسيبها لو مستعجلة نُص ساعة، لو عندِك وقت سيبيها ساعة، ساعتين في التتبيلة في البهارات تتطعم كده علشان تاخد كده من طعم البهارات. هنا باوريكم قد إيه العجينة السايلة اللي أنا عملتها جميلة ما فيهاش تكتلات، وهو ده القوام اللي أنا عايزاه،
تمام كده. طبعًا بعد ما تبّلنا الفراخ بتاعتنا وأخدت وقت كده ساعة أو ساعة ونُص، ساعتين، نُص ساعة، الوقت اللي أنتِ هتسيبيه لها، تطلّعيها كده بقى وتحطّيها في العجينة دي والخليط دي. عايزة تسيبيها شوية في الخليط دوّة وبعد كده تعمليها في الخليط التاني وتقليها في الزيت على طول براحتك، عايزة تسيبيها في التتبيلة التانية دي برضه تقعد لها ساعة والّا نُص ساعة برضه كل واحد فيكم دي حرية اختيار بتاعته أنتم يعني أنتم اللي حُرّين فيها. أنا باحب الحاجة بصراحة آكلها تكون مخدومة وتكون متبهّرة ومتّبلة حلو جدًا، أحس بطعم الفراخ وكمان أحس بالتتبيلة بتاعة الفراخ، فأنا هاسيب بقى إيه الفراخ شوية في التتبيلة دي لمدة نُص ساعة كده، وبعد كده نشوف هنعمل فيها إيه وهنقليها إزاي. سيبوها بقى كده ودخّلوها التلاجة نُص ساعة أو ساعة أو الوقت اللي أنتِ تحبيه، تمام؟ حلو بقى كده. يالّا بينا بقى إيه نشوف هنعمل فيها إيه تاني مع بعض. جِبت هنا الفراخ بتاعتي بعد ما قعدت الحبّة الحلوين اللي أنا قعّدتهم لها، وجِبت إيه الخليط التاني اللي أنتم شايفينه أهو، باخد من هنا أفرفرها كده في الدقيق والنشا والبهارات اللي إحنا كنا حاطينها عليه، تمام، زي ما أنتم شايفين أهو، وطبعًا بقى إيه هاخلّص الكمية دي كده معايا في الطبق اللي معايا، وبعد كده على زيت سخن طبعًا يكون على النار، معايا زيت يكون سخن ويكون غزير، ونقلي بقى الفراخ بتاعتنا دي وبألف هنا وشفا، تقدري تعملي جنبيها رز ريزو تمام، عايزة أقول لكم الأكلة دي في كنتاكي بمبلغ وقدره، يعني أقسم بالله أنا مرّة أكلت وجبة زي دي رز ريزو مع الstrips الchicken strips دفع مبلغ وقدره أنا وولادي في كنتاكي، لكن بالمنظر دوّة أنتِ جايبة عايزة أقول لكم جايبة الفراخ بالضبط لو حسبناها أنا جايبة فراخ ب100 جنيه من عند الراجل، غسلتها ونقعتها وتبلتها معاكم وعملتها ما أخدتش مني أي حاجة، ولو هاعمل جنبيها حبة رز، الرز الريزو سهل وبسيط جدًا، تقدري تعملي جنبيها رز ريزو بالرز المصري، تقدري تعملي جنبيها رز بسمتي، تقدري تعملي جنبيها مكرونة، تقدري تجيبي عيش اللي هو السوري أو تجيبي عيش التورتيلا أو تعمليه في البيت برضه، آآ أنتم راحتكم، تحمّروا بطاطس وتعملي لأولادِك ساندوتشات chicken strips لو جبنا الساندوتش من برّه بيبقى برضه بمبلغ وقدره، يبقى فرّحنا أولادنا وعملنا لهم الأكل اللي هُم بيحبوه، وإحنا عارفين إحنا عاملينه إزاي، غاسلينه وضامنين النضافة بتاعته وجودته في قلب البيت، مش خايفين من أي حاجة إن إحنا إيه، نبقى خايفين على أولادنا من أكل برّه. حطيت بقى كده طاسة زيت أهي على النار والطاسة التانية واحدة هاقلي فيها بطاطس والتانية هنقلي فيها إيه، الفراخ، نحط الزيت بتاعنا يسخن ونزلت كده أول حاجة بالبطاطس بتاعتي، طبعًا أنا كنت غاسلة البطاطس مقشّراها وغاسلاها ونقعاها كمان في حبة مَيّة بخل وملح، وبعد كده بعد الزيت ما سخن حطيت البطاطس بتاعتي وآدي بقى الchicken strips بتاعي بعد الزيت ما سخن برضه نزلت كده بيه واحدة، واحدة كده جنب بعضيهم وهنقليه مع بعض. عايزة أقول لكم بجد مقرمش وقد إيه طعمه جميل وقد إيه حكاية بجد كان روعة. طبعًا بقى عملنا ساندوتشات أنا والولاد حطينا خس كده وحطينا الفراخ وجنبيها عليها بطاطس محمرة وكاتشب ومايونيز ومستردة وبألف هنا وشفا بقى وكوباية بيبسي بُصّي كإننا قاعدين في مطعم وأكلنا في قلب البيت، أكلنا وفرحنا وكنا مبسوطين. طبعًا جبت طبق كده وعليه مناديل من بتاعة المطبخ وابتدي كده أطلّع عليه الفراخ بتاعتي زي ما أنتم هتشوفوا معايا كده. تطلّعيها كده وتسيبيها تتصفّى على المنديل بتاع المطبخ، وبعد كده بترصيها بقى في سيرفيس في طبق تاني، وتقدّميها إن شاء الله وتاكلوها بألف هنا وشفا أنتم وأولادكم. اللي لسه مش عامل لايك للفيديو أتمنى تعملوا لايك للفيديو، أتمنى كمان إن أنتم تدعموني وتبقوا عيلتي وأهلي التانيين، ربنا يخليكم ليّا يا رب وما تحرمش منكم. طبعًا أنا مش عندي إخوات، أنا أختكم اسمي دعاء وعندي 3 أولاد عبد الرحمن وعمر وعُدَي. ربنا يا رب يحميهم ويحفظهم ويحمي لكم أولادكم أنتم كمان بإذن الله. زي ما قُلت لكم مش عندي إخوات، فأنا باعتبركم أنتم إخواتي، فأتمنى إن أنتم تقفوا جنبي وتدعموني عشان قناتي تكبر بإذن الله. أتمنى تشيّروا الفيديو لكل قرايبكم وأصحابكم، وكده الأكل بتاعي بعد ما قدّمته زي ما أنتم شايفين كده، آدي الخس والكاتشب وآدي البيبسي والفراخ بتاعتي والبطاطس. كده بقى أقول لكم هنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في فيديو جديد ووصفات تانية كتيرة هنشاركها مع بعض لسه بإذن الله، بس عايزاكم تدعموني وتقفوا جنبي، لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تدعمونا وتقفوا جنبنا، وهنا باوريكم الفراخ قد إيه هي مستوية وقد إيه هي جميلة وطعمها بجد أحلى من برّه. أسيبكم بقى على خير وأشوفكم على خير، باحبكم أوي، أوي، مع السلامة، باي باي.